ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد واخبار جديده. انا محمد كمال ودي قناتي ويلا بينا. النهارده معانا 3 مواضيع هنتكلم فيهم. اولهم قائمه منتخب مصر وحسام حسن. تاني موضوع هنتكلم فيه هو نجم الزمالك او صفقه الزمالك الجديده جيفرسون كوستا وموعد مشاركته مع الزمالك. والموضوع الثالث وهو موضوع احمد السيد زيزو وتجديد عقده مع نادي الزمالك ومصير اللاعب وموقفه من التجديد. أول موضوع على طول هنتكلم فيه وهو قائمة منتخب مصر لمباراتي كاب فيردي وبوتسوانا. طبعا احنا عارفين إن المنتخب تأهل لتصفيات الأمم الأفريقية بعد الانتصار في 4 مواجهات على التوالي. فاز على كاب فيردي 3-0، وبعديها بوتسوانا 4، وبعد كده موريتانيا هنا في مصر 2، وعندهم في موريتانيا 1. وقدر المنتخب إن هو يحصد 12 نقطة، وبالتالي قدر إن هو يصعد لكأس الأمم الأفريقية. فتعتبر الجولة الخامسة والسادسة من التصفيات بلا أهمية وبلا قيمة وتحصيل حاصل. تعال نشوف قائمة المنتخب ونقدر نستعرضها معاكم ونقول ايه اللي جد وايه اللي فيه ونتناقش كده في حاجات بسيطة. في حراسة المرمى تم انضمام الشناوي، مهدي سليمان، محمد عواد، مصطفى شوبير. خط الدفاع احمد رمضان بيكهام، حسام عبد المجيد، احمد عيد، احمد ربيعه، محمد حمدي، وعمر كمال. خط الوسط احمد نبيل كوكا وحمدي فتحي ومحمد شحاته، محمود صابر، مروان عطيه، نبيل دونجا، ناصر ماهر، محمود تريزيجيه، مصطفى فتحي، طاهر محمد طاهر، محمود زلاكا، وابراهيم عادل. الهجوم عمر مرموش، مصطفى محمد، واسامه فيصل. القايمة شهدت بعض الملاحظات. أولها يغيب محمد صلاح عن قائمة منتخب مصر. السبب إن خلاص المنتخب ضمن الصعود، فما صلاح خلاص يعني مش لازم يجي. وكمان طبعا أنت عارف إن نادي ليفربول بيشدد عليه في الحاجات دي. يعني تحصيل حاصل. بص، احنا لو ماتش مهم وغاب اقدر الومه وانتقده، لكن هو ماتش تحصيل حاصل خلاص يعني مش لازم. ممكن يجرب لعيب او 2 في مركزه. تمام. بيغيب الثنائي محمد عبد المنعم من الاصابه، ورامي ربيعه برضه مدافع الاهلي الاصابه، وياسر ابراهيم كان موجود كان هينضم برضه، فبرضه غايب للإصابة. بيتواجد 4 وجوه جديدة في قائمة منتخب مصر. طاهر محمد طاهر انضمام بعد 6 سنين من الغياب عن المنتخب بعد التألق الفترة السابقة مع الأهلي، وانضم 3 وجوه جداد: حسام عبد المجيد ومحمد ربيعة، محمود زلاكا لاعب سيراميكا حاليا، وحسام عبد المجيد زمالك، ومحمد ربيعة سموحة. ده بالنسبة لأهم الأخبار الخاصة بقائمة المنتخب والملاحظات عليها. المنتخب بيستعد لمواجهة كاب فيردي يوم 15 الجمعة القادمة، وبعديها هيواجه بوتسوانا يوم 19. فخلاص هو مباراة تحصيل حاصل تجربة لاعبين. وطبعا غياب زيزو برضو للإصابة. القايمة شهدت وجود عمر كمال، وده من الحاجات ان هي كان بينتقد فيها حسام حسن. وعمر كمال بعد تألقه مع الأهلي برضو انضم. بس أنا عايز أقول لك حاجة، يعني أنت عمر كمال تألق مع الأهلي مش من فترة يعني كبيرة، يعني ممكن آخر ماتشين 3 زي ناصر منسي مع الزمالك. طب ليه ما تمش انضمام ناصر منسي؟ يعني كان والله كان ليه فرصة، حتى بينزل بديل، بيبقى سوبر صب او لاعب بديل مؤثر، فممكن كان ينفعك في المباريات دي. بس يلا ماشي، الدنيا كويسة. وعمر كمال يستحق ان هو يكون في المنتخب. كنت بتكلم عن عمر جابر، لكن الفترة اللي فاتت عمر جابر ما كانش باين بصراحة، فلا يستحق الفترة دي ان هو يكون موجود، لكن عمر كمال يستحق. وايضا كل اللعيبه انا شايف قائمه ممتازه، قائمه يعني ما عليهاش جدل، ما عليهاش تريقه او سخريه. كل اللعيبه اللي موجوده تستحق ان هي تكون متواجده في المنتخب. ده بالنسبه لاول خبر معانا او اول موضوع وقائمه المنتخب. والموضوع التاني معانا واللي هنتكلم فيه وهو كوستا، صفقه الزمالك الجديده جيفرسون كوستا صفقه الزمالك. المدافع اللي هو تحت السن، واللي هو المفترض ان هو ممكن يشارك في الماتش الودي اللي الزمالك هيلعبه قدام النصر الليبي في اعتزال لاعبه خالد حسين. هنتكلم جزئية على خالد حسين بس نخلص الجزء الخاص بجيفرسون كوستا. كوستا الفترة اللي فاتت ما كانش بيشارك طبعا بسبب تواجد حمزة المسلوسي وحسام عبد المجيد. دلوقتي حسام عبد المجيد راح المنتخب وحمزة المسلوسي هيروح مع منتخب تونس، فبالتالي ممكن نلاقي جيفرسون كوستا لأول مرة في تشكيلة الزمالك، أو إحنا نشوفه على التلفزيون. لعب كثير من المباريات الودية التي لم يتم عرضها. تمام. يعني ما شفناهاش، لكن احنا هنشوفه لاول مره على التلفاز، فهو في مشاركه وديه امام نادي النصر الليبي في اعتزال لاعبه خالد حسين. هذا اللاعب يعتبر اسطوره من الاساطير الليبيه، لاعب موهوب، لاعب حريف، لاعب موجود في وسط الميدان. سجل مجموعة أهدافه في الدوري الليبي فقط 62 هدف. مسيرة من 97 كأول موسم ليه يشارك مع ناديه مصر امام فريق الصقور. اول هدف ليه كان في موسم 97 امام نادي الافريقي. مسيره اسطوريه، مسيره تتمثل في الوفاء والعطاء.
مع نادي النصر الليبي. كل التقدير والاحترام، واختار نادي الزمالك ان هو يشارك في هذه المباراة الاعتزالية. الفريق هيسافر يوم الاربعاء القادم ان شاء الله، فهنشوف وهنبلغكم باذن الله لو في جديد. فكده كوستا بنسبة كبيرة هيشارك في مباراة النصر الليبي اللي جاية، واحنا هنشوفه ان شاء الله ونقدر نحكم عليه كمدافع كويس باذن الله. الموضوع الثالث اللي احنا هنتكلم فيه هو زيزو مصير احمد السيد زيزو مع الزمالك الفتره الجايه. يا ترى هيجدد، يا ترى هيمشي؟ ده اللي احنا هنشوفه وهحكي لك. بص يا صاحبي، زيزو نهاية عقده مع الزمالك في يونيو 2025، حلو. لكن في يناير الجاي ده يقدر يمضي في اي نادي، خلاص هيبقى فري. يعني هو فترة يناير اللي جاية يقدر يمضي لأي نادي فري ويمشي من الزمالك فري، تمام. دي من النقطة. طب اسباب الازمه دي ايه؟ اسباب عدم التجديد يعني حتى الان فكره بس ان الزمالك تاخر في تجديد عقد اللاعب. مشكله الزمالك الاساسيه ان هو بيستنى لحد ما اللاعب خلاص عقده هينتهي ويروح يجدد له. طب يا باشا ما تجدد قبلها بموسم، يعني جدد له قبلها بموسم عشان تبقى انت في امان. ليه في امان؟ لان انت يا باشا لما اللاعب عقده بيقرب ينتهي وبتوصل فتره يناير بيجي له عروض مغريه. يعني هو جاله عرض، يعني بيراميدز مهتميه بزيزو جدا وعايزه تضمه، وفي نادي في السعوديه الاخدود مهتم ان هو يضم اللاعب. فانت لما انت تصبر لحد ما اللاعب ينتهي عقده، فبالتالي هتلاقي كذا نادي بيخش معاك على الخط وبينافسك، ويبقى انت كده انت ايه، بقيت في تنافس. بدل ما انت تكون لوحدك وشاري اللاعب ودنيتك تمام وتقدر ان انت تظبط له عقده قبلها بموسم وهيبقى حقك ولعبك، دلوقتي انت ممكن يمشي ببلاش ومتقدرش تستفاد منه. ليه؟ بسبب المغريات بتاعت الانديه التانيه سواء البيراميدز او نادي الاخدود، فاهم؟ فهي دي الفكره. لكن في مصدر في الزمالك بيقول لك انه مفيش نيه لبيع زيزو، والزمالك يقترب من تجديد زيزو، والزمالك يقترب من تجديد عقد زيزو. يبقى ده الكلام الاخير اللي وصل، مفيش نيه لبيع زيزو وفي نيه للتجديد ان شاء الله، وده الاقرب، تمام. هي دي الفكره، تمام. لكن مفيش نيه لبيع زيزو، خلاص بقول لك في يناير الجاي هيبقى يقدر يمضي في اي نادي بدون ما يرجع للزمالك. فلازم الزمالك الفتره دي يطلع تجديد زيزو، تمام. لان انت عندك عروض مغريه من كذا نادي زي نادي الاخدود ونادي بيراميدز، فلازم ان احنا نقدر نخلص زيزو ونجدد معاه. لان زيزو لو مشى هنخسر كتير جدا. وانت شايف الزمالك دلوقتي مهلهل في الفتره الحاليه بعدم وجود ناصر ماهر، بعدم وجود زيزو، تمام. فلازم ان احنا ننتقل للفرقه مش نخسر عناصرها الاساسيه. ده بالنسبه لموضوع زيزو، دي ازمته وانتهاء عقده، وامتى الزمالك هيجدد وهل هيجدد ولا لا، ده اللي احنا هنشوفه الفتره الجايه. وبكده يا صديقي الفيديو خلص النهارده، وان شاء الله يعجبك. اتمنى شير ولايك واعجاب بالقناه. بشكركم على الدعم، واتمنى يبقى فيه دعم اكتر ولايكات كتير. والسلام عليكم.